أهلا وسهلا بيكم برج العذراء في القراءة العامة والطاقة العامة لشهر يونيو 2025. أشبك طاقتك بطاقتي يا برج العذراء واكتب لي في الكومنتات استقبل. يا برج العذراء، التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، ده عنوان قراءتنا النهاردة. حاول انك انت تتأنى في قراراتك في شهر يونيو 2025 علشان الشهر ده هيكون شهر جميل جدا انك انت تنظم اولوياتك وتركز وتنظم كل احتياجاتك وكل الحاجات اللي هتعملها بالورقة وبالقلم. لو ظبطت كل امورك بتتقدم في المجال العملي كويس جدا وبيكون عندك فرص لنجاح قوية جدا. وكمان بالنسبة للعلاقة العاطفية هتبدأ انك انت تفهم علاقاتك اكتر، وبتكون لما هترتب افكارك هتقدر انك انت تاخد قرارات صح جدا للمرحلة القادمة. في عندك كمان فرصة عمل او تقدم دراسي جامد جدا. ما تتسرعش يا برج العذراء في انك تحكم على الامور، ما تتسرعش يا رب. يعني ايه؟ في التأني السلامة، في العجلة الندامة وفي التأني السلامة بيقولوا كده عندنا في مصر. تمام، يلا بينا نشوف الطاقة العامة يا شباب لشهر يونيو 20. سموا الله كده معايا خير ان شاء الله. الطاقة العامة لبرج العذراء في شهر يونيو 2025. الله، بتدخل بطاقة شغف عالية جدا وبتبدأ حاجة جديدة أو بترجع لحاجة قديمة كنت بتفكر فيها زمان، بس بتاخد الموضوع ده بسرعة بكل شغف. بتكون عندك شغف عالي جدا على الحاجة دي، وفعلا انت يعني رايح لها خلاص، يعني رايح لها بتوصل لها ان شاء الله. ناخد نصيحة من الملائكة. خلي عندك ثقة في نفسك يا برج العذراء جامدة جدا في كل حاجة. الثقة في النفس هي سر النجاح، فحاول انك انت تثق في نفسك وتثق ان انت هتقدر تعمل اللي انت عايزه وهتوصل له ان شاء الله. طيب طاقة المال والارزاق ايه يا شباب؟ حاجة بتحبها جامد جدا هتشتغل عليها وهتثبت قدامك في كرسي انت قاعد عليه. لو انت في وظيفة محترمة او يعني في وظيفة عادية يعني وموظف، ان شاء الله بتثبت اقدامك اكتر في المكان ده وبتحاول انك انت تشتغل اكتر بحب. في طاقة حب جميلة جدا للمكان ده وطاقة انتماء جميلة جدا، وبتعيش لحظات جميلة في المكان اللي انت بتشتغل فيه علشان انت قررت انك انت تدي بحب يا برج العذراء وتركز على شغلك. وفي كده روقان، في كده راحة بال، يعني حاسه كده حساك خلال شهر يونيو رايق كده. يعني ايه رايق ومش متسرع وواخد الامور على الهادي، يعني بتسوي كل افكارك كده وبترتبها. شهر جميل ان شاء الله. يلا بينا نشوف الطاقه العاطفيه. ان شاء الله بنزل لكم طاقه عاطفيه مفصله علشان ما نزلناهاش الشهر اللي فات، فان شاء الله ننزلها الشهر ده وتكون طاقه جميله، ويعني تابعونا. يلا بينا نشوف نبذه. زعلان يا برج العذراء من حاجه او من حد؟ بتبدا الطاقه انك انت زعلان في طاقه زعل وطاقه عند، وعندك مراقبه عاليه جدا من حبيبك، او انت بتراقب، انت اللي بتراقب حبيبك، الله اعلم. لسه هنفتح الطاقه العاطفيه وهنعرف فيه ايه. تمام. النصيحه بتاعه التارو بيقول لك اتحرك بسرعة، اتحرك بسرعة وانتهز الفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة. اذا في فرصة اتعرضت قدامك حاول انك انت تنتهزها على طول، علشان ما احناش عارفين ايه اللي ممكن يحصل لو ما خدناهاش. طيب ناخد رسالة من حبيبك قبل ما نقفل. انا بخلي ده علشان برج العذراء دايما يقولوا لي احنا مش عايزين طاقة عاطفية، احنا عايزين في المال والارزاق، صح ولا لا؟ حبيبك بيقولك يا برج العذراء انا بدأت افهم طبيعة العلاقة اللي ما بيننا، وبيقولك ان هو بيخبي حقيقته عنك. حقيقته هو عامل ازاي؟ يعني حقيقته في حقائق مستخبية عنك. شكرا يا برج العذراء ونورتوني يا شباب، شكرا.